لست هنا لأضيع وقتك. إليك 7 أسباب قاسية لعدم احترام الناس لك. ولن أكرر النصائح القديمة ذاتها التي تقولها كل الفيديوهات الأخرى. هذا مختلف. كل نقطة ستكون لاذعة، والنقطة الأخيرة هي الأشد إيلاما. لنبدأ. الأسباب القاسية لغياب الاحترام. السبب الأول: ليس لديك قيمة لتقدمها. الاحترام ينبع دائما من القيمة. إذا كنت متفوقا في الدراسة، بارعا في اللياقة البدنية، مرحا، ماهرا أو مساعدا، فإن الناس يحترمونك بشكل طبيعي. ولكن إذا كنت ذلك الشخص الذي يستيقظ متأخرا، يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، يلعب الألعاب طوال اليوم، ليس لديه مهارات ولا مال ولا أهداف، فلماذا قد يحترم أحد ذلك؟ الحل بسيط: ابني قيمة لنفسك. اختر مهارة واحدة واعمل على تطويرها كل يوم. ربما تكون اللياقة البدنية أو مونتاج الفيديو أو التحدث أمام الجمهور. استخدم هذه القيمة لمساعدة الناس، حتى المساعدة البسيطة مثل توجيه صديق في صالة الألعاب الرياضية أو إصلاح هاتف شخص ما تكسبك الاحترام. السبب الثاني: تقول الكثير وتفعل القليل. كلنا نعرف ذلك الشخص الذي يقول: سأبدأ التمارين غدا، أو سأطلق قناتي على يوتيوب الأسبوع المقبل، ولكنه لا يفعل ذلك أبدا. يتلاشى الاحترام فورا عندما لا تتطابق أقوالك مع أفعالك. يبدأ الناس في رؤيتك كشخص غير موثوق به، مزيف وغير جاد. إذا كنت تريد الاحترام فأوفي بكلمتك. إذا لم تستطع فعل شيء فلا تعد به. احضر في الموعد المحدد. إذا أخذت مالا من شخص، أعده في الوقت الذي حددته، وباشر العمل قبل أن تتحدث. الثقة المفقودة هي احترام مفقود. السبب الثالث: لا يمكنك أن تقول لا. قد يجعلك قول نعم دائما يبدو لطيفا، ولكنه في العامية يجعل الناس يستغلونك. أنت تضحي باستمرار بوقتك وأهدافك لأجل الآخرين، ولكن عندما تطلب منهم شيئا يقولون لا. حينها تشعر بالإهانة. الحل هو التوازن. ساعد الآخرين، ولكن ضع حدودا. قل: ليس اليوم، ربما غدا، أو أنا مشغول الآن. عندما يرى الناس أنك تقدر وقتك الخاص، سيبدأون في تقديره أيضا. السبب الرابع: أنت متاح دائما. إليك شيء ربما لاحظته: عندما تكون موجودا دائما يستخف بك الناس، ولكن في اللحظة التي تغيب فيها لبعض الوقت يبدأون بالسؤال: أين هو؟ ما الأمر معه؟ حينها فقط يدركون أهميتك. إذا لم يحترمك الناس بما فيه الكفاية، فقد يكون السبب أنك متاح أكثر من اللازم. ابتعد قليلا. لا ترد على الفور على كل رسالة. لا تحضر في كل مرة. ولكن تذكر، هذا ينجح فقط إذا كنت ذا قيمة. إذا لم تضف أي قيمة فلن يهتم أحد باختفائك. السبب الخامس: لا تحترم نفسك. إذا كنت تكرر عبارات مثل أنا لست مميزا أو أنا لست جيدا إلى هذا الحد، فأنت تعتقد أنك متواضع، ولكن في الأساس تعلم الناس عدم احترامك. الاحترام الذاتي ليس غرورا، بل هو معرفة قيمتك. قف شامخا. تحدث بثقة. اقبل الإطراءات دون التقليل من شأن نفسك. إذا أشاد شخص ما بعملك، قل: شكرا لك، لقد بذلت جهدا في هذا. لأنه إذا لم تحترم نفسك فلن يحترمك أي شخص آخر. السبب السادس: تتجاهل العناية بالمظهر. قد تكون ذكيا ومرحا وواثقا، ولكن إذا كانت رائحتك سيئة وأظفارك متسخة وملابسك مهملة فلن يحترمك الناس. الانطباعات الأولى قوية، والعناية بالمظهر جزء كبير من ذلك. الخبر السعيد هو أنك لا تحتاج لماركات فاخرة أو مستحضرات باهظة الثمن. ملابس نظيفة، قصة شعر أنيقة، لحية مشدبة، ونظافة شخصية جيدة، ونفس منعش، كل هذا يكفي. المظهر اللائق يرفع الاحترام فورا. السبب السابع: ليس لديك مال. هذا مؤلم ولكنه حقيقة. الناس لا يحترمون الشخصية فحسب، بل يحترمون العملة أيضا. إذا كنت مفلسا دائما بينما يكسب أصدقاؤك المال، فبمرور الوقت يتغير سلوكهم تجاهك.
المال مهم. الحل هو أن تتعلم مهارة وتستثمر مالياً. في عالم اليوم يمكنك كسب المال عبر الإنترنت من خلال العمل الحر أو فريلانسينج أو المونتاج أو يوتيوب أو التجارة الإلكترونية أو أي شيء. امنح نفسك 90 يوماً. اقضي الشهر الأول في التعلم، الشهر الثاني في التطبيق، وبحلول الشهر الثالث اهدف لتحقيق أول دخل لك. يمنحك المال الاستقلال والاحترام الذاتي، مما يزيد تلقائيا من نظرة الآخرين إليك. هذا كل شيء، ولكن إليك الحقيقة. إصلاح مشكلة الاحترام هو مجرد الخطوة الأولى. إذا كنت تريد حقا أن تصبح الرجل الذي يعجب به الرجال وتسعى إليه النساء، فأنت تحتاج للعمل على هالتك الذكورية وثقتك وجاذبيتك. لا تنسى دعمنا بالاشتراك والإعجاب في قناتكم